هاي، كيفكن؟ شو الأخبار؟ معاكم علي. اليوم بهذا الفيديو، هذا الفيديو مختلف على كل الفيديوهات. بس أول ما نبلش في الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة. مثل ما شايفين الكاميرا واضحة والإضاءة 100%، وأنا كمان منور. حطوا لايك، خلينا نبلش. اوكي يا جماعة الخير، مثل ما بتعرفوا انا اخذت قرار اني اطلع على اوروبا، وهذا قرار كان اصعب قرار في حياتي. ورحت وجيت وحاولت المرة والمرتين والثلاثة ودخلت السجن، والحمد لله رب العالمين وطلعت. بس هذا الفيديو اليوم مختلف، وان شاء الله بعد هذا الفيديو بعد يوم يا يومين راح ينزل الفيديو الثالث، كيف انا دخلت على السجن وطلعت. انا دخلت السجن مع اولاد خالتي ان شاء الله يا مثل ما ان هذا الفيديو مختلف. غير انا بعت موبايلي الايفون وخسرت فيه كمان، خسرت يعني شيء بسيط، الحمد لله رب العالمين. لانه كنت انا كنت مضطر ابيعه مشان اطلع على اوروبا. حتى كان معي نظارات، بعت النظارات مشان اطلع على اوروبا لانه كنت مضطر. ومثل ما بتعرفوا تكاليف شيء عالية اللي عم يطلع على اوروبا. اوكي. المهم بعد شغل 15 ساعة و16 ساعة الحمد لله رب العالمين حصلت على شيء اللي بدي اياه. نايس. يا جماعة الخير، حصلت على موبايل اس 23 انترا الحمد لله رب العالمين. وحابب اوجه شكر لاهلي ولاخوي لانه ساعدني مبلغ بسيط. طبعا الانترا وين؟ الانترا عم بصور فيه حاليا، وحط لقطة بسيطة. كنت انا رحت اشتريت الجهاز. اخوات مش خطا. يا سلام، ان شاء الله الف مبروك اخواتي. رب العالمين حصلت على هذا الشيء بعد شغل شهر ونص. الخير انا ساعد على داخل الموبايل الايفون 14 بلس. طبعا انا اشتغلت 3 اشهر لما جبت الايفون 14 بلس، بس الحمد لله رب العالمين جبنا احسن من ايفون. حاليا عم بستعمل الاس 23 وكمان الحمد لله رب العالمين حصلت على هذا الشيء مشان اصور مقاطع على اليوتيوب وعلى التيك توك. وضيفون طبعا على انستا، هذا هو حسابي، ضيفون عليه. والحمد لله رب العالمين حصلنا على هذا الشيء. حابب اوجه رسالة للمتابعين. بس انت اليوم عندك هدف وعندك طموح، خلي يكون معك امل. انا تخيل قبل شهرين خسرت كل شيء. انا خسرت جوالي، خسرت حتى يعني تخيل الجيليتي كنت البسه، خسرت الجيليتي، صرت ابيع الجيليتي. يعني حتى نظاراتي، بعت النظارات بس مشان اطلع على اوروبا. والحمد لله يعني ما تيسرت معانا ورجعنا حاليا وفت السجن وطلعت. وان شاء الله راح اشرح كل الموضوع. ولا يكون معك امل، لانه هي بخلال الشهرين انا عشت يعني فتره كثير صعبه. وبعت موبايلي وبعد كل شيء. وهذا الموبايل لبين ما جبته تميت 3 اشهر اشتغل في تركيا، وكل يوم صرت اشتغل 13 ساعة 12 ساعة لبين ما حصلت هذا الموبايل. وبعد كل شيء والحمد لله رجعت على البيت واشتغلت وجبت احسن من ايفون. طبعا وانا كمان كنت داخل بحالة اكتئاب شيء مو طبيعي، وكان مبين على وجهي. يعني مثل ما انتم عم تكتبوني بالتعليقات ليش وجهك هيك وليش وجهك هيك. لانه يا جماعة الخير عشت فترة كتير صعبة خلال الشهرين اللي مضت. لانه خسرت موبايلي وخسرت كل شيء، وحتى مصاري كنت مجمعة على طرف مخبي كم ليرة. كمان المصاري كله راحوا حق طريق روحات وجاية. وحتى حق الايفون كمان خسرته لانه حطيته كله حق طريق. الحمد لله اليوم رب العالمين عوضنا في اس 23 انترا. طبعا هذا مو اعلان، هذا بس شكر للعيلة. وطبعا هاي رح ذكرى في اليوتيوب. طبعا يا جماعة الخير، هذا هو الاس 23 انترا. هذا هو الموبايل اللي جبناه بعد ما خسرنا الايفون وخسرنا كل شيء. الحمد لله رب العالمين الله عوضني احسن من ايفون. هذا هو. واو، لون السيتي. حاليا عم بصور في موبايل اخوي، وخلينا نروح نصور فيه. الحمد لله رب العالمين حصلنا عليه. اللهم لا حسد. اللهم لا حسد، الحمد لله جبناه. طبعا انا خسرت كل شيء اول شهرين. جوالي، موبايلي، خسرت الايفون 14 بلس بعته، وخسرت الجاكيت وخسرت النظارات. وصلت معي ابيع نظارات كمان. بس الحمد لله الله عوضني احسن من ايفون. وطبعا رجعت على البيت بعد ما طلعت من السجن. رجعت على البيت اشتغلت شهر ونص لين ما جبت هذا الموبايل.
وهداك الموبايل خسرت، يعني خسرت فيه، حطيته كله حق طريق روحات وجاية، والحمد لله اليوم حصلنا هذا الموبايل. وما في شيء مستحيل ابدا ابدا ابدا، ما في شيء عندنا مستحيل ابدا. انا حابب اوجه رسالة للمتابعين: اتعبوا على حالكم واشتغلوا وخلي يكون معاكم امل، وما في شيء مستحيل ابدا. انا بعرف صعب بس ما في شيء مستحيل. كان معاكم علي، وان شاء الله بنشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بكره راح احكي كيف دخلت السجن وطلعت. كان معاكم علي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك. تشاو.